الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. فإن المصنف رحمه الله لا يزال يبين ما يتعلق بالأصل الثالث، وهو معرفة العبد ربه، حيث ذكر رحمه الله تعالى فيما سبق شيئا من أخبار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ذكر نسبه ومولده ونشأته، وذكر أنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وذكر أيضا الأذى الذي حصل له من قومه وتمالؤهم على قتله عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أذن له بأن يهاجر إلى المدينة، وأنه عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة. ثم تحدث عن الهجرة وأنها واجبة وباقية من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وذكر بعض الأدلة على ذلك من القرآن والسنة. بعد ذلكم أخذ يبين حال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، حيث استقر عليه الصلاة والسلام في المدينة، قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي أنه
عليه الصلاة والسلام في مكة كما سبق إيضاح ذلك عند المصنف مضى 10 سنين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى شيء إلا للتوحيد ونبذ الشرك، ولم يؤمر بشيء آخر ولم يوحى إليه بشيء آخر إلا التوحيد ودلائل التوحيد وبراهينه. هذا الذي كان في 10 سنوات الأولى من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. ولما أتم 10 سنوات في الدعوة إلى التوحيد أمر بالصلاة. وسبق سياق المصنف أو إشارة المصنف إلى الإسراء والمعراج، وأن الصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فوق 7 سماوات، وسمع أمر الله سبحانه وتعالى بها من الله مباشرة صلى الله عليه وسلم. فالذي فرض عليه في مكة التوحيد ونبذ الشرك، ثم بعد 10 سنوات فرضت الصلاة، ثم لم يفرض عليه شيء إلى أن هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستقر بها. بعد ذلكم بدأت الفرائض، بدأ يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بالفرائض والأوامر الأخرى كما يأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي لما استقر بالمدينة بعد الهجرة إليها وقوي أمر التوحيد وشاع وانتشر واتضح للناس وابتعدوا عن الشرك، ومن الله جل وعلا عليهم بالهداية للتوحيد بعد ثبات التوحيد وتقرير دلائله وحججه وبيناته واتضاح هذا الأمر. بعد ذلكم جاءت الفرائض. وهذا فيه التنبيه أن الأعمال لا تفيد إلا إذا أرسي أساسها وثبت عمادها، أما ما لم تكن كذلك فإنها لا تفيد ولا تنفع. شأن البيت إن لم يبنى على أساس ثابت وعماد راسخ سرعان ما يتهاوى وينهار. ولهذا مكث عليه الصلاة والسلام طويلا يثبت التوحيد ويذكر دعائمه ودلائله وحججه وبراهينه ويرسخ ذلك في الناس. ثم بعد ذلك جاءت الفرائض، لأن الفرائض لو قامت أو أقيمت على غير أساس لا تفيد، فهي إنما تكون نافعة إذا أقيمت على أساس ثابت وأصل راسخ، وهو توحيد الله جل وعلا. ولهذا ينبغي أن يعي الناس، أن يعي المسلمون هذا الأمر العظيم من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. يجب أن يعي المسلمون ذلك. 10 سنين كاملات من مبعثه عليه الصلاة والسلام أمضاها في التوحيد فقط والتحذير من الشرك، ثم بعد ذلك تفرض الصلاة فقط ويبقى الحال على ذلك وقتا. ثم لما استقر في المدينة وبعد أن استقر بها وقتا بدأت الفرائض الأخرى كما سيبين ذلك المصنف رحمه الله تعالى. فهذا ينبغي أن يستفيد المسلمون منه درسا عظيما،
ألا وهو العناية بأمر التوحيد والحذر من الشرك، والعناية بتثبيته وفهمه ومعرفة دلائله وحججه وبيناته من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفرائض الزكاة والصوم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 2 من الهجرة، والحج فرض عليه صلوات الله وسلامه عليه في السنة 9 من الهجرة. والإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الأساس. أمضى فيه عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. ثم بعد ذلك تأتي الصلاة وهي عماد الدين، فرضت عليه بمكة في السنة 10 من الهجرة، في السنة 10 من البعثة، بعد أن أمضى عليه الصلاة والسلام من بعثته 10 سنوات فرضت الصلاة. وبقي أهل الإسلام على هذه الحال، توحيد وصلاة. ثم هاجر إلى المدينة في السنة 2 من الهجرة، فرض على الناس الزكاة والصيام. ثم في السنة 9 من الهجرة فرض الحج. وهذا يبين تفاضل مباني الإسلام في المكانة والمنزلة وترتب الأمور في العمل، ترتب الأمور في العمل بالإسلام. الآن ترى في الناس من يحج ولا يصلي ولا يعتني بالصلاة. هل فهم الإسلام؟ الحج لم يفرض إلا بعد الصلاة بسنين عديدة. كان الأمر توحيد، الفرض هو التوحيد ونبذ الشرك. ثم بعد المبعث ب10 سنوات فرضت الصلاة، وبقي 3 سنوات في مكة مفروضة الصلاة المكتوبة 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم بعث في المدينة بقي 2 سنين، فهذه 5 سنوات. ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصيام. ثم في السنة 9 من الهجرة فرض الحج. وترى في الناس الآن من يحج ولا يصلي، حتى في وقت الحج لا يحافظ على الصلاة ولا يعتني بها. هل هذا فهم الإسلام؟ وأيضا ترى من يحج ولكن ينقض كل شيء ويهدم كل شيء بالتعلق بغير الله والتوجه بالقصد لغير الله والالتجاء في طلب الحاجات إلى غير الله من المقبورين وغيرهم، يدعوهم ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم ويعرض عليهم حاجاته وطلباته من شفاء مريض أو حصول رزق أو كشف غم أو زوال هم أو غير ذلك مما لا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهل فهم هؤلاء الإسلام؟ ولهذا يحتاج الناس إلى دراسة السيرة دراسة فاحصة، ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة. وإذا لم يعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعرفوا سيرته وهديه جهلوا دينهم وضيعوه، جهلوا دينهم وضيعوه، ووقعوا في أنواع من الضلالات والانحرافات. ولهذا يحتاج
الناس فعلا إلى دراسة صحيحة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتأمل في هديه وعنايته صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإخلاص، ثم الصلاة، ثم هكذا تتدرج أمور الإسلام. أول ما بدأ الأمر بالتوحيد، ثم جاءت الصلاة، ثم جاء الزكاة والصيام، ثم جاء الحج، وهكذا إلى أن نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مثل الزكاة، أي الزكاة المفروضة، مثل الزكاة أي الزكاة المفروضة، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وسواء كان الغنى بالمال أو كان الغنى بالحرث والزراعة أو كان الغنى بامتلاك بهيمة الأنعام، فكل هؤلاء يخرجون نصيبا من هذا المال الذي أغناهم الله سبحانه وتعالى به من فضله، يخرجون جزءا قليلا وقدرا يسيرا من هذا المال زكاة تقدم إلى الفقراء والمحاويج، وتكون بركة للمال وطهرة للمزكي وزكاة له. قال والصوم، أي الصوم المفروض، وهو صيام شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو شهر كامل يصام في السنة، يصام نهاره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمتنع في نهاره عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من المفطرات، طاعة لله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال والحج، أي وفرض على الناس الحج، فرض في السنة 9 من الهجرة. والحج هو قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في وقت مخصوص، وهو لا يجب على المسلم في عمره كله وحياته جميعها إلا مرة واحدة. الحج مرة، وما زاد فهو تطوع، ولا يجب إلا على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال والجهاد، أي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله، ولكي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف أي أمر الناس بالمعروف، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونهيهم عن المنكر أي نهي الناس عما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور المهمة والعظيمة لقيام الدين. الدين لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج الناس إلى ذلك، وإلا فإن أمور الدين تتقوض والناس تتخطف ويضلون عن دينهم، إلا إن أكرمهم الله سبحانه وتعالى ويسر لهم بمن يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولهذا حقيقة فإن الدعاة إلى الله
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر صمام أمان للمجتمع من سخط الله جل وعلا وعقابه. فالناس لا تصلح حالهم إلا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تخلى أهل الخير عن ذلك ضاع الناس وتخطفتهم شياطين الجن والإنس. واعتبر ذلك في البلدان والمناطق التي لا يوجد فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، كيف أن الفوضى تعم تلك المناطق والضلال ينتشر فيها والباطل يخيم ويتسلط فيها دعاة الشر والضلال والفساد. قال وغير ذلك من شرائع الإسلام، أي وأمر عليه الصلاة والسلام بغير ذلك من شرائع الإسلام من فرائض ونهي عن المحرمات وأمر بالرغائب والمستحبات. فلا زالت الأوامر تنزل والنواهي تنزل تباعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله جل وعلا الذي هو القرآن، وبوحي الله جل وعلا الذي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن والسنة كله وحي الله وتنزيله. فلا زالت الفرائض تنزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال أخذ على هذا 10 سنين. أخذ على هذا يعني على هذه الحال تتنزل عليه الفرائض والأوامر والنواهي والشرائع وهو مستقر في المدينة صلى الله عليه وسلم، يخرج منها لنصرة الدين والذب عن حماه والدعوة إلى الله، ويبعث البعوث ويرسل الرسل ويكتب المكاتيب دعوة لدين الله جل وعلا ونصرة لهذا الدين. بقي عليه الصلاة والسلام وأخذ على هذه الحال 10 سنين. 10 سنين إذا ضممت إليها 13 سنة قبل الهجرة وبعد البعثة 40 سنة من ولادته إلى أن بعث، يتحصل من مجموع ذلك 63 سنة، وهي مدة حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. وحياته صلى الله عليه وسلم هي أبرك حياة إنسان على الإطلاق وأكمل حياة إنسان على الإطلاق في عبودية الله والذل له والقيام بطاعته والدعوة لدينه والنصرة للحق والهدى. أمضى عليه الصلاة والسلام أخذ على ذلك 10 سنين، أي بعد أن استقر بالمدينة، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي بعدها توفاه الله جل وعلا وقبض روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ومات. مات عليه الصلاة والسلام، وصحبه الكرام غسلوه وكفنوه وصلوا عليه أوزاعا ودفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن أبا بكر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدفن الأنبياء حيث ماتوا، ومات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها، ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرتها. وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق. وفجع الصحابة رضي الله عنهم بموته
وفجع الصحابة رضي الله عنهم بموته عليه الصلاة والسلام، ونزل عليهم نازلة لم يمر عليهم في النوازل مثلها، وحصلت لهم مصيبة لم يمر عليهم في المصائب مثلها، حتى إن بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شك في موته وأنكر ذلك، حتى جاء صديق الأمة أبو بكر الصديق وكشف عن وجه نبينا صلى الله عليه وسلم وقبله، ثم قام رضي الله عنه خطيبا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا، وقال رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. محمد عليه الصلاة والسلام قد مات، أي باعتبار هذه الحياة، فارق هذه الدنيا، قضى نحبه عليه الصلاة والسلام، وانتهت مدته في هذه الحياة، وهو عبد من عباد الله. قبض الله سبحانه وتعالى روحه لما انتهت مدته في هذه الحياة. قد جاء في حديث قدسي قال الله جل وعلا فيه: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح المؤمن، فكيف بقبض روح المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هذه سنة الله جل وعلا ماضية في الناس أجمعين، فقبض الله جل وعلا روحه صلى الله عليه وسلم، وهي أشرف روح قبضت، روح نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد توفاه الله جل وعلا، وقد قبضت روحه صلى الله عليه وسلم وفارق هذه الحياة، قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، أي أنه عليه الصلاة والسلام كتب عليه هذه الموتة وأخبره بها في وحي يتلى ولا يزال يقرأ في كلام الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالله جل وعلا كتب عليه هذه الموتة وأخبره بها جل وعلا في آيات تتلى وتقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى، وقبضت روحه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، يشير إلى آيات كثيرة في هذا الباب وفي تقرير هذا المعنى. ثم قال للصحابة رضي الله عنهم تثبيتا لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفي هذا من الموعظة والبيان أن العبادة ليست إلا للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الحي الذي أو الجماد الذي لا حياة له أصلا، كل هؤلاء لا أحقية لهم في العبادة مطلقة. العبادة حق للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين جل شأنه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي
لا يموت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه ومناجاته لربه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحياة العامرة بالجد والاجتهاد والنصرة لدين الله والدعوة إلى الحق والهدى وبلاغ الدين كما أمره الله سبحانه وتعالى به، والأمر بالهدى والدعوة إلى صراط الله المستقيم، بعد هذه العمر الحافلة بالخير والحياة المليئة بالجد والنصح والدعوة وبيان الدين، وهي أعمر حياة وجدت في العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى، بعد ذلك قبضت روحه عليه الصلاة والسلام وفارق هذه الحياة التي هي الحياة الدنيا. وهو صلى الله عليه وسلم كما دلت النصوص ودل الواقع قد مات، وهذا يتلى في القرآن: إنك ميت أفإن مات. فهو باعتبار هذه الحياة الدنيا مات وفارقت روحه جسده صلى الله عليه وسلم، ودفن في قبره، دفن عليه الصلاة والسلام في قبره، وهو المكان الذي دفن فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها. دفن صلى الله عليه وسلم بعد أن غسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه أوزاعا، ثم دفن، أهالوا عليه التراب. قالت ابنته فاطمة: أطاب لكم أن أطاب لكم أن تهيلوا على نبيكم التراب، لكنها سنة الله، سنة الله في البشر أجمعين، سنة الله جل وعلا في البشر أجمعين، وهي ماضية. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. وقبر الميت ودفنه هو كرامة له، قبره منة الله سبحانه وتعالى، ودفنه وإهالة التراب على الميت هذه كرامة للميت، هذه كرامة للميت. الشاهد أن سنة الله سبحانه وتعالى ماضية في عباده وفي خلقه. وكما قدمت قال أبو بكر رضي الله عنه كلمة عظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ولا يزال كثير من الضلال الزائغين المنحرفين عن صراط الله المستقيم لا يزالون يصرون على صرف حق الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من عباد الله، يدعونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم ويعرضون عليهم الحاجات والرغبات والطلبات، بل بعضهم يرسل المكاتيب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام: أريد ولدا، أريد مالا، أريد صحة، أريد عافية، إلى آخره. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة والدعاء والرجاء والذبح والاستغاثة والنذر وكل هذه العبادات لا يتجه فيها ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. أما العبادة ليست له ولا جزء يسير منها ولا قليل، العبادة كلها حق لله. غضب عليه الصلاة والسلام من رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لا يرضى عليه الصلاة والسلام أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها،
فمات صلوات الله وسلامه عليه ودفن صلى الله عليه وسلم وأهيل على جسمه التراب، سنة الله جل وعلا ماضية، لكن دينه باق. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق. ولهذا من أراد لنفسه الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يتمسك بدينه، فدينه باق. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد مات ودفن في قبره وانقطع عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد ولا يسأل الغيث لأحد. الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء: ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يغفر لي، يطلبون منه الدعاء. لكن بعد موته لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يأتي عند قبره ويقول: ادعو الله لي، أو اطلب من الله أن يغفر لي، أو نحو ذلك. هذا كله لا يعرف. بل جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن مات لا يستغفر لأحد. ولهذا يخطئ بعض الناس ويأتي يقرأ الآية وينزلها في غير بابها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيقرؤون الآية عند قبره ثم يقولون: استغفر لنا يا رسول الله. هذا ليس من الأمور المشروعة، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك إطلاقا. هذا كان في حياته. وسياق هذه الآيات من يقرأها في سورة النساء يجد أنها تتعلق بالمنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فيأتي أناس وينزلون هذه الآية في غير بابها ويلغون آيات كثيرة وأحاديث عديدة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تجلي هذا المقصود. ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل كان إذا جاء قبر النبي عليه الصلاة والسلام زائرا لا يزيد على أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر أو يا أبتاه، ثم ينصرف. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياته المباركة التي هي أبرك حياة ينبغي أن تدرس وأن تفقه وأن تجعل موضع اقتداء واتساء، بدل أن يحال الدين إلى أنواع من البدع وصنوف من الضلالات وربما أعمال شركيات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال: ودينه باق، أي إلى قيام الساعة، محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة. فدينه عليه الصلاة والسلام باق وهو محفوظ. ما هو دينه؟ قال: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هذه خلاصة دين النبي عليه الصلاة والسلام، وزبدة ما جاء به صلى الله عليه وسلم تجتمع في هذه الكلمات. دينه قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وقد جاء في حديث صحيح خرجه مسلم
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذر أمته من شر ما يعلمه لهم. وهذا عليه الصلاة والسلام فعله على التمام والكمال، فبلغ البلاغ المبين، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. دلها وأرشدها إلى كل خير، ونهاها وحذرها من كل شر. وأعظم الخير وأجله على الإطلاق توحيد الله، وقد عرفنا أنه مضى في التوحيد 10 سنوات كاملات، ثم بعد ذلك مضى داعيا إلى التوحيد وإلى الفرائض الأخرى والشرائع الأخرى التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبلغها. قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. التوحيد هو الأساس، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له. أمرهم بالتوحيد وهو أعظم الأوامر، وأمرهم أيضا بالأمور الأخرى. قال: جميع ما يحبه الله ويرضاه، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والوفاء والأمانة، وكل الأعمال الصالحات التي يحبها الله ويرضاها ظاهرة كانت أو باطنة. قال: والشر الذي حذر منه الشرك، وهو تسوية غير الله بالله، وجعل الأنداد مع الله، يصرف لهم من الحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، وهو أعظم الذنب وأكبر الجرم وأظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. قال: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، أي من المعاصي والكبائر والذنوب والموبقات كالقتل والسرقة والزنا والكذب والغش وغير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عنه والتحذير منه. والذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه كبائر والصغائر، وأهل العلم كتبوا في ذلك كتابات نافعة. ودائما في هذا المقام أنصح بقراءة كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، وأيضا قراءة كتاب الكبائر للمصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. العلماء كتبوا كتبا خاصة في النواهي، لأن النواهي يجب على المسلم أن يعرفها ليجتنبها، كما أنه مطالب بفعل الأوامر ليفعلها. أما من لم يعرف ما نهى الله عنه وما حرمه الله عليه كيف يتقيه؟ وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة الشر من أجل توقي الشر والبعد عنه وعدم الوقوع فيه أمر مطلوب من المسلم. ولهذا ترى الناس عندما يعيشون حياة الجهل يقعون في أنواع من المحرمات، ربما بعضهم لا يدري أنها محرمة، وربما بعضهم لا يدري حجم عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج المسلم أن يغتنم وجوده في هذه الحياة الدنيا، أن يقرأ وأن يعرف الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمطلوب من المسلم أن يعرف الكبائر وأن يجتنب الكبائر وأن يحذر منها. وأكبر الكبائر الشرك بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة،
بعثه الله إلى الناس كافة، يعني إلى الناس، إلى العرب والعجم، إلى الذكور والإناث، إلى الصغار والكبار. بعثه الله جل وعلا إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. بعثه الله جل وعلا إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. فقال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين. افترض طاعته، تغير المفهوم عند بعض الناس وتحولت الطاعة إلى عبادة الله، والله جل وعلا افترض على الناس طاعته واتباع أمره ولزوم ما جاء به، لا أن يتخذ ندا مع الله يدعى ويستغاث به وتصرف له من العبادات ما لا يصرف إلا لله جل وعلا. قال: افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. وهذا أمر أجمع عليه المسلمون قاطبة، أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الإنس والجن، ورسالته عامة، بينما كان الأنبياء قبله يبعث كل نبي في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة وللثقلين كافة. قال الله سبحانه وتعالى: قال: والدليل قول الله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وجاءت آيات في القرآن تدل على أن بعثته عليه الصلاة والسلام شاملة للجن، مثل الآية التي في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وإلى آخر الآية والآيات بعدها. فهو عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين الإنس والجن، وافترض على الجميع طاعته صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال: وأكمل الله به الدين. وأكمل الله به الدين. ونزل عليه في ذلك تنصيصا وتبيين قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أي يوم عرفة. اليوم في هذه الآية المراد به يوم عرفة، لأن هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وهو واقف بعرفة يدعو الله عز وجل ويهلل ويذكر الله. نزلت عليه الآية هذه في تلك الأثناء، وواقف بعرفة عشية عرفة، نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وجاء في صحيح البخاري أن نفرا من اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ماذا نستفيد من هذه الكلمة؟ أن اليهود أدركوا عظمة هذه الآية وفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فيدركون أن هذه الآية عظيمة للغاية، عظيمة جدا. ولكن ترى في المسلمين من لا يعي هذه الآية. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم يتركون الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام ويعبدون الله ببدع. يعبدون الله ببدع ليست من الدين، ليس فيها قرآن ولا سنة، بل هي محدثة داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا لم يعي هؤلاء هذه الآية. وفي هذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: قال: من قال في الدين بدعة حسنة
فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. إذا كان الدين كامل لماذا البدع ولماذا الإحداث ولماذا الاختراع؟ الدين كامل، الكامل لا يبحث له عن تكميل، الذي يبحث له عن تكميل الناقص. أما ديننا كامل لا نقص فيه، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يحتاج إلى مكملات، لا يحتاج إلى مكملات. فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى ببدع ليس عليها دليل في القرآن ولا في السنة، أين هو من هذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم؟ ولهذا قال مالك من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن، هكذا قال، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. ثم أتم كلامه بقوله ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأول الأمة إنما صلحوا بالاتباع لا بالابتداع وبالائتساء. يقول عبد الله بن مسعود إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فالشاهد أن نفرا من اليهود قالوا لعمر نزلت عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إنني أعرف متى نزلت والساعة التي نزلت والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عشية عرفة في صعيد عرفة وهو واقف عليه الصلاة والسلام يناجي ربه، نزلت عليه هذه الآيات اليوم أكملت لكم دينكم. بعد هذه الآية التي فيها الإخبار بأن الدين كمل كم عاش، بعد هذه الآية عليه الصلاة والسلام نزلت عليه في 10 من شهر ذي الحجة، في 9 من شهر ذي الحجة، نزلت عليه في 9 يوم عرفة من شهر ذي الحجة. بعدها عليه الصلاة والسلام عاش 81 يوما بعد هذه الآية. في هذه 81 يوم ما نزلت آيات فيها أحكام أوامر ونواهي، ما نزلت آيات فيها أوامر ونواهي، أحكام أخرى لم تنزل بعد هذه الآية. لماذا؟ لأن الآية نزلت معلمة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدين كمل تم، اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا عاش بعدها عليه الصلاة والسلام 81 سنة لم ينزل عليه فيها أمر ولا نهي، لم ينزل عليه فيها شرائع وأحكام، لأن الأحكام اكتملت وتمت في ذلك اليوم المبارك الذي هو سيد الأيام وخير الأيام. قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يوم عرفة خير أيام الدعاء وأرجى أيام الدعاء. فنزلت عليه هذه الآية وبعدها لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم أوامر ونواهي وأحكام. ثم ترى في الناس بعد ذلك من يطرحون هذه الآية ويلغون دلالتها ويشتغلون بالتعبد بالبدع والمحدثات والمخترعات وأمور ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. هل هؤلاء فهموا هذه الآية ووعوا دلالتها؟ لا والله. الذين وعوا دلالة هذه الآية هم الذين تجنبوا البدع ولم يدخلوا في شيء منها ولزموا الدين، لزموا دين الله تبارك وتعالى وتمسكوا به وحافظوا عليه ولم يحدثوا شيئا ولم يخترعوا شيئا. مثل ما قال عبد الله بن مسعود قال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع
ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالآثار، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار. ترى في الناس أعمالا ليست موجودة في القرآن والسنة، زيادات ليست موجودة إطلاقا في القرآن والسنة، وإذا سألت عن المصدر أحدهم يقول رأيت في المنام، والثاني يقول يحكي حكاية أو يذكر تجربة أو يروي ذوقا ووجدا أو ينسب إلى شيخ أو طريقة أو غير ذلك. أبمثل هذا يتعبد الله وينسى قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، أي أن دين الله عز وجل كمل، والكامل لا يحتاج أن يكمل، الذي يحتاج أن يكمل هو الناقص، أما دين الله فكمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذه أكبر نعمة، نعمة الدين وكمال الدين والهداية للدين، هذه أكبر النعم وأجلها. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه لأنفسكم، ولا تقبلوا دينا غيره، ولا ترضوا لأنفسكم دينا سواه، فإنه الدين الذي رضيه الله لعباده. ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء في آيات أخرى أن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم. هذه قضية تعتبر كبيرة الآن، من القضايا الكبار التي جهلها كثير من الناس، وضللت فيها كثير من الأفهام، وأصبح يغالط الناس في حقيقة يشهد لها القرآن الكريم ويشهد لها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وواقع الأمر. قال: والدليل على موته عليه الصلاة والسلام. الدليل على موته قول الله تعالى: إنك ميت. الدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت، أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك، ثم توفاه الله جل وعلا لما انتهت مدته التي كتبها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة. لكل أجل كتاب، لا إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قال: والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت، أي إنك أيها النبي ستموت، إنك أيها النبي ستموت. ومات عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قول الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الضمائر هنا كلها تعود على الأرض، منها وفيها ومنها، الضمائر كلها تعود إلى الأرض. منها خلقناكم، لأن بني آدم أصلهم من آدم، وآدم من تراب، خلقه الله سبحانه وتعالى من التراب. فمنها خلقناكم، منها أي من الأرض خلقناكم، وفيها نعيدكم، أي أن كل واحد منكم أيها الناس سيموت ويعاد إلى الأرض، أي أنه يدفن فيها. وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى،
أي أنكم أجمعين سوف تبعثون، تنشق الأرض عمن فيها ويبعثون قياما لرب العالمين. مثل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. الإشارة هنا إلى مبدأ خلق بني آدم من الأرض، لأن آدم عليه السلام من تراب، خلقه الله جل وعلا من تراب. هذا معنى قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، أي في الأرض، حيث من مات يدفن في الأرض ويوارى بالتراب. قال: ويخرجكم إخراجا، أي يعيدكم وتبعثون من القبور وتقومون جميعا لرب العالمين للجزاء والحساب والعقاب. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون. وبعد البعث محاسبون، أي بعد بعث الناس وقيام الناس لرب العالمين الكل يحاسب، الكل يحاسب، محاسبون ومجزيون بأعمالهم. قوله محاسبون أي على الأعمال، حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها، يحاسبون على الأعمال ومجزيون بأعمالهم، أي كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله إن خيرا أو شر، سواء قل العمل أو كثر. قال الله تعالى: قال: والدليل قول الله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالكل مجزي بعمله، المحسن يجازى بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والمسيء يجازى بالعقوبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء جزاء وفاقا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ومن كذب بالبعث كفر. ومن كذب بالبعث كفر، أي من زعم وادعى أنه لا بعث وليس هناك جزاء وحساب وقيام بين يدي رب العالمين، من كذب بذلك فهو كافر. والدليل قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي أن الكفار أنكروا البعث وأنهم يبعثون ويقومون للحساب ويجازون على الأعمال. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، أي تخبرون بأعمالكم كلها محصاة عليكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، أي هين وسهل وليس بعسير، بل هو يسير على الله تبارك وتعالى. قل بلى وربي لتبعثن. بلى وربي، هذا قسم وحلف بالله أمره الله سبحانه وتعالى به، أمره أن يقسم بالله جل وعلا على البعث. وفي القرآن آيات 3 فيها قسم النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه على البعث، منها هذه الآية. والآية الثانية هي قول الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والثالثة قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهذه 3 آيات في القرآن كلها يأمر فيها الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يقسم بالله
على هذه الحقيقة، وهي أن الساعة آتية، وأن الناس يبعثون، وأنهم سيقومون بين يدي رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهذا الجزاء والحساب والقيام بين يدي رب العالمين المذكور في هذه الآيات وفي غيرها أمر سندركه جميعا وسنلقاه، وسنقف جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيحاسب العباد على أعمالهم. ولهذا فإن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وعلى كل عاقل أن يدرك أن الآخرة مقبلة، وأن الدنيا مدبرة، وأن الآخرة لها أبناء، وأن الدنيا أيضا لها أبناء، وأن الواجب على العاقل أن يحرص أن يكون من أبناء الآخرة الباقية، ولا يكون من أبناء الدنيا الفانية، وأن يعلم أن هذه الحياة ميدان للعمل، فيها عمل ولا حساب، ويوم القيامة فيه حساب ولا عمل، فينبغي أن يعد للحساب عدته، وأن تكون العدة هي الإخلاص لله جل وعلا والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يجاهد ويرابط ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على الحق والهدى إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. وآيات الحج كما أشرت ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله واعلموا واتقوا الله واعلموا لمن اتقى، ختمها بقوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا أيقنت وعلمت واستحضرت أنك ستحشر، وأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، وأنك ستفارق هذه الحياة الدنيا، تفارق الأولاد، تفارق التجارة، تفارق الأموال، تفارق كل شيء، وأنه لن يدخل معك في قبرك من دنياك إلا عملك. أما الأولاد لا يدخلون. الجيد من أولادك من يأتي معك إلى القبر، والآن يوجد بعض الأولاد من لا يأتي مع والده عند قبره من العاقين، منهم من لا يأتي معه حتى عند قبره. فالجيد من الأولاد من يأتي مع والده عند قبره ويشارك في دفنه وتشييعه ويدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وأما تجارتك وأموالك وبيوتك وإلى آخر ذلك، كل هذا بمجرد ما تخرج روح الإنسان من جسده تنتهي هذه الأمور في حقه، ولا يكون مالكا منها شيء، ولا يأتي معه في الآخرة منها شيء، كلها يفارقها، لو كانت ريالا واحدا أو كانت ملايين الريالات. يستوي الفقير والغني، والملك والمملوك، والرئيس والمرؤوس، والتاجر وغير التاجر، كلهم إذا خرجت أرواحهم من أجسادهم لم يصبح معهم مما يمتلكون شيء من أمور الدنيا، بل لا يدخل معه من أملاكه من أمور الدنيا إلا الكفن، والكفن بعد أيام يبلى، الكفن بعد أيام يبلى، تأكله الأرض، ما يبقى معه، يبلى وتأكله الأرض ويبقى بدونه. ولا يدخل مع الإنسان في قبره إلا العمل، وهو في قبره يأتيه عمله الصالح، إن كان عملا صالح يأتيه كما جاء في الحديث بصورة رجل صالح، عمله الصالح يأتيه بصورة رجل صالح، فيقول من أنت؟ وجهك لا يأتي إلا بالخير، يقول أنا عملك الصالح. والعمل السيء يأتي بصورة رجل سيء، ويتأذى منه الإنسان في قبره، لكن فات الفوات ولا ينفع الندم. والعاقل يستعد. من جميل ما يذكر ويؤثر ويستفاد به جدا وينتفع
أن أحد السلف أراد أن يعظ رجلا مقصرا فأخذه إلى المقابر وأشار له إلى أحد القبور وقال: لو كنت مكان هذا الرجل في القبر ماذا تتمنى؟ لو كنت مكان هذا الرجل في القبر ماذا تتمنى؟ قال: والله لو كنت مكانه لتمنيت أن يرجعني الله سبحانه وتعالى للدنيا حتى أغير حالي وأعمل صالحا غير الذي أنا أعمله الآن. قال: يا هذا أنت الآن فيما تتمناه، أنت الآن عندك الفرصة، اعمل وأصلح نفسك وغير حالك واستعد للقاء ربك جل وعلا قبل أن تدخل في القبر، ثم تكون هذه أمنية لكن لا يمكن أن تتحقق لك. إذا دخل الإنسان القبر ودفن ما يمكن أن يرجع إلى الدنيا ليصلح حاله. قال: أنت الآن فيما تتمنى. ولهذا يغتنم الإنسان فرصة وجوده في هذه الحياة، روحه في جسده، يستطيع يذكر الله، يوحد الله، يعبد الله، يصلي، يصوم، يجتنب المحرمات والمنهيات، يجاهد نفسه على الصلاح والتقى والعبادة لله تبارك وتعالى، وربه جل وعلا راض عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.